افتكر في حرب ممكن تخلص أسرع من ما تجهز كوباية شاي؟ صدق أو لا تصدق، في يوم 27 أغسطس 1896 قامت حرب ما بين الإمبراطورية البريطانية وسلطنة زنجبار، ودي اتحسبت رسمياً إنها أقصر حرب في التاريخ كله. القصة بدأت لما السلطان حمد بن ثويني مات فجأة وخلفه السلطان الجديد خالد بن برغش، لكن الإنجليز ما عجبهمش الموضوع لأنهم كانوا عايزين واحد تاني يمشي على مزاجهم. بريطانيا وقتها كانت عاملة نفسها الوصي على المنطقة وقررت تديله إنذار: امشي من القصر وإلا الحرب. الإنذار كان واضح: يا خالد يا حبيبي، عندك لحد الساعة 9 الصبح بالظبط تسلم. الساعة ضربت 9 وخالد قال لأ. في اللحظة دي البحر قدام القصر اتغطى بالسفن الحربية البريطانية والمدافع بدأت تشتغل. القصر اتحول لجحيم والدخان غطى السما. بعد 38 دقيقة بس كل حاجة خلصت. السلطان خالد هرب، جيشه اتدمر، وبريطانيا نصبت السلطان اللي هي عايزاه. والنتيجة حرب دخلت التاريخ مش عشان بطولتها لكن عشان مدتها القصيرة، 38 دقيقة فقط. أقصر حرب في تاريخ البشرية، أسرع من ما تعمل شاي وتتفرج على ماتش كورة. لو شايف إن التاريخ مليان حكايات أغرب من الخيال، اعمل متابعة لقناة خربوش شاي وخليك مستني اللي جاي. سلام.